عدنا مع حضراتكم عشية الإعلان عن مقترحات اللجنة الدستورية اللي كان منوط بها عمل تعديلات دستورية، والنقاش كان ساخن جدا ما بين اختلاف على تفاصيل أو اختلاف على المبدأ العام في مسألة تعديل الدستور أو عمل دستور جديد. إنما كمان عرفنا إنه رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية الفريق أحمد شفيق معانا على التليفون، ولا وغير متأكدة من الجزئية التي يريد رئيس الوزراء التعليق عليها. أهلا بحضرتك يا الفريق. مساء الخير يا مدام منى. مساء النور يا فندم، اتفضل. والله أنا الحقيقة سمعت التعليق ظريف كده لأخونا العزيز محمود سعد على التليفون، كنت عايز أوضح حاجة بس. اتفضل يا فندم. دلوقتي أنا أبلغت في مكتبي إن النهارده البرنامج داعيني عشان رد على بعض التساؤلات اللي جرت في الأيام الأخيرة كده، وكانت محتاجة إنها يبقى يعني يحصل إجابة عليها. واتفقنا إن أنا بعد الظهر هروح في الساعة 10 على ما أعتقد، وبعدين حصل إن أنا قبليها مباشرة في المكتب حصل تغيير في الموقف، فاتصلنا بالتليفون للاعتذار يعني أو للتغيير ليوم تاني أو حاجة زي كده. اللي حصل ان انا فوجئت، طبعا ابلغت خلاص البرنامج اتلغى واتفقنا هنبقى يوم تاني. فوجئت بالاخ محمود طالع ادى بيان طويل جدا عن ان هو مع الثورة ومش مع الحكومة وطبعا هو الراجل اتكلم بمنتهى الكرم عني بصفة شخصية، لكن يعني اعتقد ان الموضوع ما كانش المجال يستدعي ذلك، خصوصا ان انا علمت بعد ذلك ان كان في اجتماع النهارده على مدى اليوم بيراجع الموقف المالي، وكان في كلام عرفته برضو انا باحترار موقعي، يعني يمكن ده اللي خلاني قدرت اعرف ان مرتب محمود يعني في مقترح انه هيعدل من 9 مليون جنيه في السنة الى 1.5 مليون جنيه، وهو اخطر بهذا الموضوع قبل ميعاد البرنامج مباشرة. فالحقيقة انا ما اعرفش يعني هل طب سيادة الفريق، خلينا وكما قلت للزميل الاعلامي محمود سعد ان الجزئية المالية على الاقل خارج اهتمام البرنامج. انا ما اريد السؤال عنه. هل سيادة رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية بينفي انه يكون طلب او فرض نفسه على برنامج في التلفزيون الحكومي؟ انا ما اقدرش افرض نفسي على حاجة اطلاقا، انا بيتعرض علي، انا دعيت اكمل كلامي يا منى. اكمل كلامي بس باي صفة انا هفرض نفسي او انتقي. انا دعيت للكلام في البرنامج واخترت ان البرنامج الساعة 10. بعد كده اما انا جيت اعتذر ولغينا واتفقنا ان احنا على اعتذار، فوجئت بالبرنامج عندك في التلفزيون لمدة 10 دقايق شرح معاد ومكرر مع تكريمي الحقيقة يعني بكلمات رقيقة جدا، وهو اخ عزيز وصديق والعلاقة طيبة جدا، لكن اظن لا مجال لان انا واحد رئيس وزراء بيتكلم ينوي انه يشرح نقاط مطلوب توضيحها، ان ده يبقى مجال كلام ان انا ما بتكلمش مع الحكومه او بتكلم مع الحكومه او ده مكانه او مش مكانه. اعتقد دي مش موقعه ان هو يتكلم منه في حاجه زي كده. احنا بنتكلم في حاجه اعلاميه مطلوب اختار الجمهور الكريم ببعض النقاط التساؤلات اللي دايره. عموما انا بس حبيت اوضح عشان الصوره ما يبقاش فيها خلط. انا هخرج من مكالمه رئيس الوزراء انه يصرح بانه لم يطلب ولم يفرض نفسه على اي برنامج سواء حكومي او غير حكومي، بانه ليس له اي علاقه باي خلاف حدث داخليا في برنامج مصر النهارده او داخل اتحاد اذاعه وتلفزيون. انا فهمت صح كده؟ فهمت مظبوط، واشكرك يا أمه. شكرا جزيلا. الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء الحكومة الانتقالية معلقا على مداخلة الإعلامي البارز محمود سعد في بداية الحلقة، وهو يبرر رغبته في فسخ عقده مع الشركة الوكيل الإعلامي للتلفزيون المصري. شكرا للاثنين معا.